السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ال50 قرش القديمة، بس مش ال50 قرش المتداولة اللي احنا بنشتري بيها او معظم الناس لسه بتتعامل بيها لحد النهاردة، لانها موجودة مع كل الناس، وطالما موجودة بيبقى قيمتها في تمنها بس. لكن ال50 قرش اللي انا هتكلم عنها 50 قرش قديمة جدا وتتعدى على الصوابع، بس في كميات منها موجودة اصحابها مش عارفين قيمتها. ممكن بيبقى سايبها كتذكار، سايبها في محفظته، سايبها في الدرج بتاعه، في درج والده. فاحنا بننبه الناس ان الحاجة دي بتجيب فلوس، مش بنشتغل الناس. اللي مقتنع بالكلام يقتنع، مش مقتنع انت حر. لان انا بجيب لك اعلى سعر في المواقع العالمية زي موقع ايباي الامريكي، موقع امازون وغيره من المواقع المعترف بها اصلا في تقييم العملات، لان فيها خبراء بيقيموا العملة. النهارده هنتكلم عن النص جنيه، بس مش النص جنيه ده. النص جنيه التاني اللي انا بتكلم عليه بيبقى فيه صورة ابو الهول هنا في النص، وصورة تانية على اليمين صغيرة. ده بيعمل من 5000 ل 8000 جنيه، وبكرر انه نادر عشان محدش يبعت يقول انا عندي 10 او 20، لانها برضه هرد على حضرتك وهقول لك ابعت صور وش وظهر، ولو فعلا ده حقيقي هوجهك هتبيعه فين او هتعرضه فين. لكن موضوع ان عندي 20 او 30، لو عند حضرتك 20 او 30 يبقى مش هجيب فلوس، لانه هيبقى متداول عندي وعندك وعند غيري وعند غيري. العملات دي بتبقى نادرة قليلة، بس في ناس معاه وما تعرفش قيمتها فعلا، بتبقى تذكار في جيبه زي ما انا قلت. العملة دي اللي انا بتكلم عنها ال50 قرش بتعمل من 5 ل 8000 جنيه، وتزيد على حسب العملة نفسها، على حسب حالتها. لايك ومتابعة محمد حكيم على التيك توك، وتابعني على اليوتيوب محمد حكيم بورسعيد. بكرر محمد حكيم بورسعيد على اليوتيوب، عشان في ناس بتقول احنا مش لاقيين القناة. او ادخل على صفحتي على التيك توك، هتلاقي علامة اليوتيوب، بدوس عليها هتدخل على صفحته مباشر. اعمل اشتراك وتابعني وتابع كل جديد، واشوفكم على خير، وكل سنة وحضراتكم طيبين.